نبات الحشيش يعني المزاج العالي للأسف قريب من كل حد فينا، يا إما قريب يا إما صاحب أدمنه. علشان كده لازم نعرف أكتر عنه ونشوف أصله إيه وإيه هي حكايته. ولكن كالعادة قبل ما نبدأ انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ودعمنا بإعجاب على الفيديو علشان ده هيساعدنا كتير في إننا نكمل. ويلا بينا نبدأ حلقات. نبات الحشيش ليه أسماء كتير زي القنب الهندي والمرجوانة. أصل وجوده هو بلاد آسيا والهند، ومؤخرا كمان بقينا نشوفه في المغرب. طبعا الصورة المصنعة من نبات الحشيش هي اللي غالبا أو دايما بتستخدم في التدخين، ودي أسرع طريقة يأثر بيها الحشيش على الجهاز العصبي. طيب ليه الكلام ده؟ ببساطة لأن الرئة بتوصل المادة الفعالة بسرعة جدا للدم، ومن الدم للجهاز العصبي المركزي ومنه لأجزاء المخ، علشان من بعدها يبدأ يحس المدمن بالاسترخاء والبهجة. لكن قصاد ده بيفقد تماما قدرته على التركيز، ده غير انه ما بيبقاش متزن خالص لا حسيا ولا حركيا، وطبعا زيادة رهيبة في ضربات القلب، ده غير الهبوط وجفاف الحلق. لكن رغم كده يعتبر الحشيش آمن نسبيا، مش زي باقي انواع المخدرات، وده لانه مش بيسبب هلاوس الا في الجرعات العاليه منه، ونادرا لو كانت الهلاوس دي هلاوس بصريه. خليني اقول لك معلومه على السريع كده ممكن تصدمك: 4% من سكان العالم البالغين بيتعاطوا الحشيش، وده على الرغم من ان معظم بلاد العالم بتحظر استخدامه. الحشيش بيستخرج من نبته زي ما قلنا اسمها القنب الهندي، وعلى حسب اللي واخدينه منها بيطلع المخدر. بالمشاع كده عنه ممكن نحكم عليه واحنا مغمضين بانه نبتة شيطانية، لكن لا. تعال اصدمك واغير لك الصورة اللي انت واخدها او راسمها في دماغك عن الحشيش، لان اكيد ربنا في خلقه ليها كان ليه حكمة، وحكمة قوية كمان. والحكمة ان القنب الهندي او الحشيش له امكانيات طبية كبيرة جدا. في الولايات المتحدة مثلا بيستخدم لعلاج الصرع في الحالات الشديدة، وده عن طريق انه بيتصنع في صورة باتشز او لصقات بتتلزق وقت نوبة الصرع، وده حد من استخدام ادوية الصرع التانية اللي كانت ممكن تخلي المريض ينام ل 18 ساعة يوميا. الحشيش مسكن قوي جدا جدا، وبيستخدم في حالات الالم اللي ما بيحتملش، زي عافانا الله واياكم مرضى السرطان. وده لان مادة ال THC المشتقة من نبات الحشيش 15 ملي منها يعادل 80 ملي من الكودايين، فلك ان تتخيل القدرة الجبارة للحشيش على تخفيف الألم. بيشتق كمان منه مادة اسمها ديكسابينول، ودي بتستخدم في حالات ردود المخ، في حالات زي نقص وصول الأكسجين للمخ. المفاجأة بقى مش في كل ده، المفاجأة إن في بعض البلاد بيستخدموا الحشيش كفاتح شهية في بعض الحالات المتأخرة، زي مرضى الأورام والسرطانات ومرضى الإيدز. وطبعا الستات ما سابتش أي نبات في حاله، حتى الحشيش أخدت منه الزيت وقالت لك ده بيعالج تساقط الشعر وبيملى الفراغات في 3 شهور بس. بعد ما عرفت ده كله هيبقى سهل عليك تسمع ان الذهب الاخضر زي ما سموه بعض الحكومات اللي هو الحشيش خلاص هيرجع تاني يتشرع زراعته واستخدامه في بلاد زي المغرب، واللي حكومتها صدقت على مشروع قانون لتقنين زراعة الحشيش. ولكن طبعا هيبقى الغرض طبي مش خالص للترفيه او للكيف، ومن ناحية تانية هيحموا المزارعين من خطر شبكات تجارة المخدرات، وده لان المغرب بتعد احد اكبر منتجي النبتة دي في العالم، لدرجة ان انتاجهم وصل ل 700 الف طن سنة 2020. وايوه الرقم ده حقيقي ما تستغربش. عندك بقى بلاد تانية اجازت استخدام الحشيش، ومش بس الغرض طبي، لا ده الاغراض ترفيهية عادي او للكيف، زي مثلا هولندا واغلب الدول الاوروبية، واللي كمان حطوه ضمن لائحة الاقل خطورة. وقال لك ليه نمنعه لما ممكن نعمل عائد ضريبي كبير منه، وكمان نخلق من زراعته وتصديره فرص عمل كتير جدا. وحصل فعلا لدرجة ان بقى في شركات استيراد وتصدير حشيش عادي، ومحلات مخصصة بس لبيع الحشيش واي صناعة داخل فيها الحشيش. الحقيقة ان ما بين دول مجرمة وجوده ودول مشرعاه، وقعنا احنا في النص. لكن ملخص كلامنا، علشان انا عارف ان دماغك تاهت وما بقتش عارف الحشيش ده وحش ولا حلو، ببساطة يا سيدي الحشيش كيفه حرام وخطر، وتدخينه قادر انه يدمر الجهاز العصبي تماما، ده غير خلطه بمواد كيميائية بتحول مدمنيه لزومبيز حرفيا، واللي ممكن بكل بساطة انه يضر نفسه او يضر اللي حواليه. وطبعا زي ما كلنا عارفين ان اي مذهب للعقل فهو حرام، اما استخدامه بغرض طيب في صورة ادوية فدي بقى اللي فيها كلام. وفي النقطة دي مستني اعرف رأيكم في التعليقات، وطبعا مسموح للجماعة الحشاشين ان هم يقولوا لنا رأيهم في التعليقات، واللي هيبقى عن تجربة.
ولحد هنا خلصت حلقتنا، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. شكرا لكم على المشاهده، وما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وعايز اقول لكم ان 60% من اللي بيشوفوا الفيديو حاليا مش مشتركين في القناه ولا بيدعمونا بلايك، فما تنساش تنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتدعمنا باعجاب علشان يوصلك كل جديد. شكرا ليكم واشوفكم الحلقه الجايه.